بتبتدي حكايتنا في عالم بتسود فيه التنانين اللي ما بترحمش حد، وكل هدفها تقضي على البشرية وتقلب الدنيا جحيم، وطريقة التخلص منها إما عن طريق حرقها أو تجميدها كده يا صديقي. وعلشان كده بيظهر ناس زي أبطالنا علشان يقوموا بالمهمة دي علشان يصبحوا أقوى. وبنشوف الشاب ده عيلته كلها ماتت بسبب التنانين وخلصت عليهم. واحد اتبناه لكن التنين خلص عليه هو التاني، روح يعيش عند قرايبه لكن ماتوا برضه. هو ايه النحس ده يا صديقي؟ لكن في يوم من الايام بيكتسب قوة ملهاش مثيل، وهي دي حكايتنا. فمش عايز اطول عليك اكتر من كده، فجهز نفسك كده يا صديقي علشان هتسمع حاجة عظمة من الاخر. ده هو راجنا صيد التنانين، لكنه لسه على قد حاله، بيكون بيحارب التنين كده لكن ما بيقدرش يتغلب عليه. وهنا بيظهر بطلتنا ليو، صائدة التنانين الاسطورية، وبتخلص على التنين بضربة واحدة. بنشوف تنين ضخم جدا بيظهر قدام راجل غريب بيحاول يقتله، بس بلمسة واحدة منه بيتجمد وقتها. بتظهر بعدها تنانين كتير بأحجامها المختلفة، وبرضه بيقدر انه ينتصر عليهم بكل نجاح. بالرغم من القوة اللي عنده دي، الا ان هو بيقول انا محتاج لسه اكون اقوى. بنرجع تاني وبنعرف ان راجلنا وليو مشكلين فريق مع بعض علشان يصطادوا اكبر عدد ممكن من التنانين، وانهم منضمين لنقابة الصيادين اللي في مدينة ترومبي. وبنكتشف ان ليو هي اقوى واشجع صيادة تنانين، الا انها بالرغم من سنها الصغير الا انها قتلت 5 تنانين لوحدها. وبيكون راجنا فخور بيها جدا. في نفس اليوم بالليل بيروح راجنا وليو يسهروا في مطعم، لكن بيظهر صياد اسمه ساكس وبيبدأ يتنمر على راجنا لانه يعتبر اضعف صياد، وانه عايش بس لان ليو بتحميه، وبيقول له ان هو عامل بس عبء عليها وملهوش لازمة. لكن ليو بتتعصب جامد وبتهجم عليه وبتوجه سيفها ناحيته، وهو بيكون مرعوب منها وشكله بيكون وحش قدام كل الموجودين. بتقوله انها مش بتسعى لأي حاجة من قتلها للتنانين غير انها تحصل على القوة المطلقة، على عكسهم كلهم بيقبلوا مهمة القضاء على التنانين علشان يكسبوا المال والشهرة. وبتكمل كلامها انها هتفضل تحارب كل التنانين اللي تقابلها لحد ما توصل لزعيم التنانين وتقضي عليه، وتثبت انها اقوى مقاتلة تنانين في العالم كله. وبتوجه كلامها لكل الصيادين في المطعم وبتسألهم لو في حد ممكن ينضم ليها في رحلتها وهتديله المجد والشهرة، بس كل الصيادين بيخافوا ينضموا. لكن وقتها بيقول راجنا انه هيفضل معاها دايما في اي طريق هتختاره. فبتعرفوا ان هو ده السبب اللي مخليها مشكلة فريق مع راجنا، وبيسيبوا المكان وبيرجعوا هما الاتنين للبيت. وبعد ما ليو بتنام بيخرج راجنا يتدرب لانه عاوز يزيد من قوته علشان يقدر يحمي ليو. واثناء ما هو بيتدرب بيظهر لراجنا نفس الشخص الغريب اللي كان بيقتل التنانين، وبيقول له انه هيخسر ليو مش هي اللي هتخسره. فجأة بيغيب راجنا عن الوعي وبيشوف المكان كله من حواليه بيتحول لنار ضخمة، وبيشوف ليو بيصيبها سهام كتير في كل انحاء جسمها وبتنزف لحد ما بتموت قدامه. وقتها راجنا بيفوق وما بيكونش فاهم ايه اللي بيحصل، وبيفضل خايف. وللأسف المشهد بيتكرر كل يوم وبيزداد خوف وقلق عليها. وبعد ايام النقابة قالت للصيادين ان عدد التنانين قل جدا الفترة الاخيرة، وبالصدفة بيكتشفوا ان التنانين غيرت اتجاهها ناحية الشرق على الرغم من انها ما هجمتش من سنين. وده معناه انهم متوجهين لمدينة دونمبير. ليو بتفتكر مطعم كانت بتحب تاكل فيه هناك، وبتطلب من راجنا انهم يروحوا لهناك لما يخلصوا صيد التنانين، لكنه بيكون سرحان ومش مركز معاها، وكل اللي بيكون شاغل باله الغريب اللي بيظهر له في الحلم اللي دايما بيشوفه. فبتفوقه وبتطلب منه يقول لها هو ليه دايما سرحان الفترة الأخيرة وما بينامش كمان. راجنا بيتجاهل أسئلتها وبيسألها ايه الحاجة اللي ممكن يعملها علشان يبقى مصدر قوة بالنسبة ليها. فبتقوله انها عارفة ان لحد دلوقتي ما عندوش موهبة في صيد التنانين، لكنها متأكدة ان في قوة خارقة هتظهر له مع الوقت هتخليه اقوى منها شخصيا. وقتها بيفتكر راجنا لما كان عنده 3 سنين والتنانين هجمت على بيتهم. وقتها شخص غريب اتبناه، لكن التنانين هجمت على بيته وقضت على كل ممتلكاته وحرقتها. ومن وقتها الناس بتضربه وبتطرده من كل مكان لانه ملعون، وكل اللي بيكون جنبه بتقتلهم التنانين. وانه بعد كل ده
قابل ليو وعرضت عليه انه يشاركها في صيد التنانين، لكنه خاف عليها وقال لها انها لو فضلت معاه هتفقد حياتها زي اللي عرفهم. بس ليو طمنته ووعدته انه مش هيحصل لها حاجة لانها قوية جدا. في نفس الوقت هاجمهم التنين وكان راجنا واقف خايف وما بيتحركش من مكانه، بس ليو راحت له وواجهته بكل شجاعة وطعنته بسيفها الفضي. ومن وقتها راجنا بقى واثق فيها ومن قوتها وبتخرج معاه في كل المهام. بنرجع للوقت الحالي وبتوصل مهمة لكل الصيادين في النقابة انهم يسافروا لمدينة داون بير لان التنانين بدأت في الهجوم عليها. بس اول لما بيوصل بيحس راجنا بحاجة غريبة وبيتوتر، بيقولها لازم نهرب بسرعة والا هفقدك للابد. وفجأة بتتحول دونامبير لبقعة كبيرة من اللهب بدون سابق انذار، والتنانين بتملى المكان من حواليهم. ليو بتسيب راجنا وبتجري بكل سرعتها علشان تواجه التنانين وما بيقدرش راجنا يوقفها. وبتقدر التنانين انها تقضي على عدد كبير من الصيادين بدون اي رحمة. وفجأة بيخرج من وسط النار شخص الدم مغطية جسمه كله، وبعدين الدم بيختفي وبيكتشفوا انه تنين بشري مش زي التنانين العادية، وبيخرج اسهم من جسمه وبيقتل 2 من الصيادين. وفي الاثناء دي راجنا بيفتكر الكابوس اللي كان بيحلم بيه دايما في اخر ايامه، وبيلاحظ انه نفس اللي بيحصل بالظبط، وبيحس انه هيفقد ليو. فبيقرر انه هيبذل كل مجهوده علشان يحميها حتى لو هيموت مكانه. وبيجري بكل سرعته وبيهجم على التنين البشري، لكن بيكون في هالة حوالين جسمه بتمنع سيف راجنا من انه يوصل ليه. وفجأة بتخرج كمية كبيرة من اللهب وبيهجم بيها على راجنا وبيحدفه بعيد وبيقع في النهر. وساسكا بيشوف راجنا ووقع في النهر اللي كان موجود في المكان بالصدفة وبيحاول يساعده. وليو بتكون بتتصدى للتنين بكل طاقتها. في نفس الوقت جوه النهر بيفقد راجنا وعيه وبيدخل في الحلم بتاعه كل مرة، وبيظهر قدامه الشخص الغريب تاني وبيفتكر راجنا لما بيقوله انهم هما الاتنين نفس الشخص وانه راجنا المستقبلي، وبيبدأ يلومه بشدة وبيقوله انه لو كان فعلا بيحب ليو وبيخاف عليها كان هيعمل اي حاجة علشان يحميها وكان هيطور من قوته. وبيحكي له انه في المستقبل عنده القوة اللي كان محتاجها زمان علشان يحميها، بس هو مستحملش يسامح نفسه على موتها بسبب انه كان ضعيف وقتها. راجنا الحالي بيجري عليه وبيمسك ايده وبيديله القوة اللي عنده علشان يقدر ينقذها، فبيقوله انه موافق لكنه هيدفع ثمن غالي جدا. ولكن راجنا ما بيكونش مهتم وما بيكونش بيفكر في اي حاجة غير انقاذ ليو. راجنا المستقبلي بيطعنه بالسيف الفضي اللي معاه وبينتقل ليه القوة اللي بيملكها وخبرته في قتال التنانين اللي فضل يحارب علشان يوصل لها لمدة 10 سنين متواصلين، وحتى انه طور من مهارته وقدرته لحد ما تخطى حدود قدرة البشر وتمكن من كل تقنيات القتال لدرجة انه حول جسمه لسيف فضي وبقى سلاح خارق للقضاء على التنانين. في نفس الوقت عند ليو بتكون مرهقة جدا من القتال ضد التنين البشري وبتقوله انه قوي جدا، وبتسأل اذا كان هو زعيم التنانين اللي بتدور عليه، فبيتعصب جدا منها وبيرميها بكرة نار بس بتقدر تفاداها على اخر لحظة. وبيقول لها ما ينفعش تقارني وضعي زي ده بزعيم التنانين، وبيعرفها انه اسمه جريم وان هو الرتبة 10 من سلسلة الجناح واللي تبقى اقوى فصيلة من فصيلة التنانين على وجه الارض. وبيروح علشان يقضوا عليها لكن بيتفاجئوا بهالة وما بيتحركش من التوتر لانه مش عارف مصدرها. وبنشوف راجنا الحاضر رجع لارض المعركة وبيقضي على عدد كبير من التنانين بكل سهولة ومحدش قادر يتصدى له خالص. وبيروح يقف قدام جرام وفي ثواني بيقدر يجمد جزء من وشه باستخدام تقنية الجانكي. ووقتها بيصطدم جرام لان القوة دي مشابهة جدا لقوة ملك التنانين، لكنه بيقول لنفسه انه مستحيل مجرد شخص عادي يكون عنده القوة دي، وعلى طول بيحول جرام نفسه لهيئة التنين علشان يقاتل راجنا. لكن راجنا مش بيديله فرصة وبيجمده بالكامل والكل بيتصدم من قوة راجنا الجديدة ومحدش بيكون عنده تفسير للي بيجرى. وبيجري راجنا على ليو وبيحضنها وهو مش مصدق انه قدر ينقذها، فبتشكر ليو على انقاذها في الوقت المناسب. في نفس الوقت بنشوف راجنا المستقبلي
بيتكلم مع صديق ليه اسمها كروموزوم اللي بتقوله انه معنى انه سلم قوته لشخصيته الحالية فده معناه انه مش هيعيش كتير. وبنكتشف ان هدف راجنا وكروموزوم من اول ما تعرفوا على بعضهم انهم يقضوا على كل التنانين في العالم. وبتقول كروموزوم لماكينة ان مهمة القضاء على التنانين دلوقتي بقت بتعتمد على شخصياتهم اللي في الماضي. بتنتقل الاحداث وبنشوف مدينة متدهورة وده الشخص المتسبب في الكارثة اللي بتحصل. وبنشوف البنت دي كمان اللي ما نعرفش هي مين، ولكن الموضوع شكله ما يبشرش بالخير يا صديقي. وبنرجع لراجنا اللي في الوقت الحالي وبيكون نايم من التعب وليو جنبه بتراقبه، بس فجأة المدينة بتتهز جامد وبتبدأ الغابة تتحرك من مكانها وبتهاجر الطيور من المدينة. وبتظهر كروموزوم وبيقول لها ان جه الوقت اللي هي وراجنا هيتقابلوا فيه علشان تبدأ قصتهم الحقيقية. وبيظهر في الغابة تنين اسمه تامرو اللي بيهاجم طباخ وبياكله هو والمساعدين بتوعه. وبيكون في خادمة كمان في المكان بيستعد انه يخلص عليها هي كمان. في نفس الاثناء بتهجم ليو والصيادين على الاغصان اللي بتهاجم، لكن بتتحرك الاغصان وبتكون على وشك انها تقضي عليه. ووقتها بيفوق راجنا وبتخرج من جسمه قوة جبارة وبتقضي على كل الاغصان اللي في المكان. فبيحس تومورو بالقوة اللي انطلقت من راجنا اللي بيجري بكل سرعته لمكان تومورو. بوم بضربة واحدة بيطيروا لبعيد وبينقذ الخادمة. ولما بيشوفها راجنا بيعرف انها كروموزوم، لكن بتتنكر البنت وبتقوله ان اسمها اليزا. لكن راجنا بيكون متأكد انها بتكذب وانها كروموزوم لان شخصيته المستقبلية عارفة كل حاجة عنها وانها من مملكة التنانين السابقة اللي الملك الحالي للتنانين استولى عليها. في الاثناء دي ليه بتوصل المكان وبيفوق تومورو، وفي نفس اللحظة دي بيحاول يهجم على راجنا، لكن فكرك هيعمل حاجة يا صديقي؟ لا والله، بينطلق عليه بالهالة الفضية بتفجر جسمه تماما. بعدها بيطلب راجنا من ليو انها تاخد كل سكان المدينة وتخرج من الحدود علشان ما تتعرضش للأذى، وبيفهمهم انهم قدامهم مشوار طويل هيضطروا يكملوه من غيره علشان يحافظ عليها. بس ليو ما بتكونش مستوعبة انهم ممكن يفترقوا بالسهولة دي، فبتقرب منه لكن راجنا بيبعدها بعنف. بتهجم عليه لكن هو ما بيكونش عايز يعمل اي حاجة تزعلها منه. ولما بتفوق بتلاقي نفسها على ظهر ساسكا وحواليها كل اهل المدينة، فبتبقى نفسها راجنا يبقى معاها للابد، لكن هكذا الحال يا صديقي. بنرجع تاني لراجنا اللي بيكون مصمم انه يخليها تعترف بانها كروموزوم، لكن هي بيكون مصممة انها اليزا. بس فجأة بيحس بتعب شديد لدرجة انه بيفقد الوعي لان جسمه بيكون لسه متعودش على كمية الطاقة الكبيرة اللي جواه. وبتفضل اليزا جنبه لحد ما بيفوق وبتعرفوا انها ما حبتش تسيب الانسان اللي انقذ حياتها. بس في الحقيقة بتكون اليزا فحصت جسمه وهو نايم واكتشفت ان جسمه مندمج مع سيف فضي من طراز عريق بيخليه يقدر ينتج هالات فضية في اي وقت والمكان اللي هو عايزه. وعلشان كده ما بتتخلاش عنه لان عندها فضول تعرف اكتر. فبيقعد راجنا يحكي لها انهم شكلوا فريق مع بعض في المستقبل وحاربوا تنانين، بس فجأة بيلاحظ تنين طاير من فوقيهم فبياخدها راجنا بسرعة. والتنانين اول ما بيوصل لمكانهم راجنا بيقف ما بينهم وبوم بيخلص عليهم بكل سهولة. وهنا بتكشف كروموزوم عن نفسها، بتخرج من بقها سلايم قوي بيحيط بالتنانين وبتضرب بسيفها الارض فبتحولهم لعظام. وبتقول كروموزوم لراجنا انها موافقة انهم يشكلوا فريق مع بعض بس بشرط واحد، انه يشرب الانبوبة دي. لكن الواد بيشربها وما يعرفش ان جواها سم، وبتطلب منه يشربها وبتطمنه انه مفعول السم مش هيشتغل الا لو حاول يتمرد عليها. والواد بيكون مخلصها اصلا، لكنه بيفاجئها بيقولها ان اول ما يخلص مهمته في القضاء على جميع التنانين فهيقتلها هي كمان لانها تنين. وبتقوله انها موافقة، وبتسأل كروموزوم راجنا عن نهاية مغامراتهم بما انه قابل شخصيتها في المستقبل. لكن بيصدمها راجنا وبيقولها انهم خسروا وما قدروش يقضوا على كل التنانين اللي في العالم زي ما كانوا بيحلموا، لكنهم دلوقتي يقدروا يصلحوا اللي عملوه ويغيروا الواقع.
المهم كده يا صديقي، دي بتكون نهاية حلقتنا، ولسه في أجزاء جاية كتير. فلو عجبتك الحلقة ما تنساش تدعمني باللايك والاشتراك. تاني بنشوفهم بعد كده وصلوا القرية اللي دمرتها التنانين، فبتطلع وبتقول لهم إن هي ساحرة وإن راجنة صياد تنانين ملقب بحاصد التنانين بسبب إنه قتل عدد كبير منهم. وبيظهر السلايم ليه وبيقول له إن هو الحيوان الأليف بتاعها اللي صنعته من السحر، وبتطلب منهم ما يخافوش طول ما هي وراجنة موجودين معاهم. فبيجي شخص اسمه مايكل وبيكون خايف جدا وبيبدأ يحكي لهم عن التنانين اللي هجمت عليهم وقضى على معظم الصيادين واهل القرية، وان المجموعة دي هي اللي قدرت تهرب. فبتفتكر ان التنين اللي هو يقصده اسمه دساس، تنين الرياح، وبيكون من العشيرة الثالثة في سلسلة الجناح. وبيكون راجنا على وشك انه يتحرك علشان يروح يواجههم، بس بتوقفه كرمزون وبتشل حركته تماما وبتخليه يقع على الارض، وبتفهمه انه هيفضل كده لمدة 3 ايام، وبتقول له انها هتستخدم سكان القرية في حرب ضد التنانين. وراجنا ما بيكونش عاجبه الموضوع ده، وبتروح كروموزون لمايكل والصيادين اللي معاه وبتبدأ تحسسهم بالذنب لانهم سابوا اهل القرية بالرغم من انهم مهمتهم هي قتل التنانين. وفعلا بيحس الصيادين بالذنب وبيكونوا مستعدين يعملوا اي حاجة علشان يقضوا عليهم. فبتقول لهم كروموزون انها هتديلهم القوة اللي محتاجينها علشان يقدروا يتحدوا اي تنين، وبتديلهم سيف من السيوف اللي بتخرجها من جسم راجنا. بعدها بتستخدم عليه مفتاح سحري فبتفتح مخزن خاص بيها وبيكون فيه جميع انواع الاسلحه، وبنكتشف انها كانت بتصنعها من الماده اللي بتخرج من جسم راجنا. وبتبدا كروموزون تدريب الصيادين على الاسلحه الجديده، وبتروح تتكلم مع راجنا انه علشان يقضي على دساس. فبيتعصب راجنا جامد بس ما بيقدرش يتحرك من مكانه. وبعد 3 ايام بيكون الصيادين خلاص قدروا يستخدموا الاسلحه، فبتبدا تاخدهم كروموزون وبيروحوا لمكان دساس، وبتستخدم كروموزون مكبر صوت وبتبدا تستفز في دساس وبتقول له انه ضعيف وما يستحقش يكون من العشيره الثالثه في سلسله الجناح. فبيتعصب دساس جدا وبيبدا يطاردهم. وقتها بتطلب كروموزون من الصيادين يوجهوا الرصاص على الدوامه اللي جواها دساس، فبتبدا الرياح تتجمد بسبب الرصاص الفضي، وبيحس دساس انه بدا يفقد سيطرته على الرياح فبيتعصب اكتر. وبالفعل بتقدر كروموزون تستدركه للمكان اللي راجنا مستني فيه، وبنعرف انها شحنت الجدار اللي في المكان بقوتها. واول لما بيوصل دساس للجدار بتختفي الرياح تماما. وقتها بيخرج السلايم وبيمسكه وبيرميه على رمح مسموع من جسم راجنا، فبيحس دساس بالاهانه لانه على وشك الموت على ايد بشر، وبيكون عاوز يتحول لهيئه التنين بتاعته، لكن بتوصل كروموزوم بالعربيه وبتخبطه. بيروح بقت الصيادين وبيفضلوا نازلين هجمات عليه لحد ما الشمس بتطلع وبتقضي عليه تماما. والصيادين واهل القريه بيشكروا كروموزون على انقاذها ليهم، لكن كروموزون بتسقف بايديها كده وبتستخدم سحرها علشان تخليهم ينسوها. وبيفضل راجنا بس اللي فاكر، وبيروحوا يشكروه انه انقذهم وبينادوه بالحاصد. وبنعرف انه كروموزون عامله كده علشان تصنع اسطوره من راجنا. وبعدها لما تمشي اهل القريه والصيادين بيسمعوا اخبار في الراديو وان جيش العاصمه بيطلب من كل السكان يتوجهوا للعاصمه لان التنانين بتهاجم كل المدن اللي على الحدود. وقتها كروموزوم بتعرف ان العاصمه وقعت في ايدين التنانين، وان ده فخ علشان يجمعوا الناس فيه ويقضوا عليهم مره واحده. بنرجع بالزمن 5 ايام في العاصمه، وبخصوص القصر الملكي بنشوف الملك في مود اللي بيتكلم مع مساعديه عن الهجوم اللي حصل على الدونامبي، وبيكون متوتر جدا وبيطلب منهم يجهزوا نفسهم وكل المدن اللي حواليهم والعاصمه علشان يتصدوا لاي هجوم ممكن يحصل. وبيطلب تجنيد اكبر عدد ممكن من الصيادين. بس فجاه كل حاجه حوالين الملك بتثبت في مكانها، وبتنزل قدامه من السماء تنينة اسمها التمتع، وبتعرفوا انها صاحبة المقعد الاول في سلسلة الجناح، واللي بتكون اقوى سلسلة على وجه الارض، وكمان بتكون قدرت تخترق حاجز الحماية الشمسي اللي حوالين العاصمة. فبيتوتر الملك كده لما بيشوف جنوده متجمدين، بس بتطمنوا انها وقفت الزمن. فبيسألها الملك عن السبب اللي خلاها تروح لعنده، لكنها بترد عليه رد غريب وبتقول له انها جاية تعتذر عن اللي حصل لدونامبي وعن اللي هيحصل
بتحصل في كل البشر خلال ايام. ساعتها بيتأكد الملك ان مفيش مفر من اللي هيحصل، فبيجمع كل الطاقة الشمسية اللي بتحمي العاصمة وبيستخدموا كسلاح علشان يقضي على التمتع. بس ساعتها بيتحرك واحد من مساعدي الملك وبيتحول لتنين اسمه بورجوس وبيقضي عليه تماما. وفي نفس الوقت ده بيظهر التنين نوبليم صاحب الرتبة الرابعة من سلسلة الجناح، وبيقف قدام التمتع علشان يحميها. بس بتتضايق ان بورجوس قتل الملك وبترجع الزمن دقيقة للماضي. وقتها بيكون الملك حي وبتطلب منه يتعاون معاهم ويسلمهم شعبه علشان يموتوهم مرة واحدة في سلام وهدوء من غير ما حد يحس بأي معاناة. بنشوف بعدها واحد من المستشارين وبيقول للملك ان عدد اللاجئين اللي بيوصلوا للعاصمة في تزايد، وبنعرف ان التمتع امرت الملك يجمع كل الناس حتى اللي في المدن اللي على الحدود. وعلشان كده الراديو بدأ يحذر الناس وبيطلب منهم يروحوا للعاصمة الملكية. لكن في الحقيقة يا صديقي ده بيكون مجرد فخ علشان تقدر التنانين تتغذى عليهم بكل سهولة. بنروح لراجنا ونشوفه لا حول ليه ولا قوة وسط عدد من تنانين الجناح وقدامه التمتع، وكل واحد بيقول رأيه على راجنا. وفي الآخر التمتع بتكون مقررة إنها تضم ليهم لأنها معجبة بقوته اللي بتخليه يتصدى ليهم بكل سهولة، وبتطلع نسل بيكون من عشيرة التنانين وبتخترق بيه جسمه وبتخلي دم التنانين يجري في عروقه، وساعتها بيتحول راجنا لتنين زيه. بنشوف بعدها واحد من المستشارين وبيقول للملك إن عدد اللاجئين اللي بيوصلوا للعاصمة في تزايد. وفي الأثناء دي بنشوف كرمزون وهي وراجنا وهم في طريقهم للعاصمة الملكية، وراجنا بيكون سارح في حاجة واحدة وهو إنه يقضي على التمتع بأي طريقة ومهما كلف الأمر. ولما بيوصلوا وقتها كرمزون بتقول لراجنا أنا هغيب عليك شوية، وبتطلب منه إن مهما حصل لو قابل التمتع بالصدفة ما يعملش أي رد فعل، وبعدها بتسيبه وبتمشي. وبتقابل أعوانها وبتقول لهم إنهم يجهزوا لأنها هتخلي راجنا يقاتل التمتع، بس بيكونوا خايفين بسبب قوتها الكبيرة. لكنها بتقول لهم إنه بتواجد راجنا معاهم ففرصتهم في الفوز بقت أكبر. طبعا الواد مش هيثبت في مكانه فبيمشي هو والسلام بتاع كرمزون وبيقابلوا التمتع بالصدفة وبيلاقوا طفل معاها. لكن راجنا بيكون محتار هو هيواجهها ولا هيسيبها، بس بيفتكر راجنا تحذير كرمزون من انه يتدخل في اي قتال فرد معاها. بس بتروح تتكلم معاه بلطف وبتقول له انه شكله تعبان جدا وبتسأله لو انه محتاج اي مساعدة، فبيحس راجنا بالتوتر وما بيكونش عارف يتصرف ازاي. وقتها بيقول لها سلايم انها تبعد عنهم لان راجنا بيتعب لما بيحس ان في ناس حواليه. وبره المدينة بنشوف الصيادين اللي ساعدتهم كرمزون في القضاء على دساس، وفجأة بيوصل عندهم تنين قوي جدا وبيسألهم عن اللي ساعدهم انهم يقتلوا دساس لانهم اضعف بكتير من انهم حتى يقربوا ليه. وبنرجع تاني لراجنا اللي بيكون على وشك انه يهاجم التمتع لكنه بيقرر يسمع كلام كرمزون. ساعتها بيوصل واحد من اتباعها وبيشك في راجنا لكنها بتوقفه وبتطلب منه يسيب راجنا، وبالفعل بيسيب راجنا المكان. في نفس الوقت بتكون كرمزون لسه قاعدة مع اتباعها وبتخطط معاهم في خطة علشان يقدروا يفصلوا التماتيا عن اتباعها. بنرجع لالتماتيا تاني واللي بيقول لها انه صنع حاجز وهمي بيقدر يحسب كل يوم عدد السكان واللي كانوا بيخوفوهم، لكن التماتيا ما بتحبش حد يتعذب. وبيكون راجنا سامع كلامهم فبيتعصب جدا وبيفقد راجنا اعصابه وبيروح لهم وبتكلمهم التماتيا انها كانت بتوهمهم بخطة لمواجهتها، بس دلوقتي مش هيسمح لنفسه ان يسيب اي تنين على وجه الارض. بس فجأة جسمه بليم بيتفتح وبيتحارب بطعنة من سيفه، وفورا التماتيا بتتحول لهيئتها الطبيعية في لحظة واحدة. بس قبل ما تستخدم سحرها علشان ترجع بالزمن بيقطعها راجنا لأشلاء باستخدام سحره الفضي، لكنها بترجع بالوقت. فكرك راجنا هيسيبها يا صديقي؟ لا والله، بيقدر راجنا يقضي عليها وبيفضل يتكرر الموضوع ده اكتر من مرة، والسيف الفضي بيخترق جسمه قدام كل اهالي المدينة. في نفس الوقت بيرجع راجنا لذكريات شخصيته المستقبلية وشاف التماتيا وهي بتطعنه بنصل دم التنانين علشان لقت نفس سمات ملكهم اللي بيتميزوا بالقوة، وقررت تضمه ليهم وتستفاد من قوته. وقتها راجنا لما بيلاقي نفسه خلاص هيتحول
بيتحول لتنين زيهم بيقرر ينهي على حياته علشان ما يدهمش اي فرصة يحولوه لوحش. فبتسمع يعقوق التنين وبيمشوا، واول لما بيمشوا من المكان بتوصل كرمزون واتباعها وبياخدوه. بنرجع للعاصمة الملكية وبنشوف كرمزون وهي بتكلم واحد من اتباعها واللي بيكون اسمه غلام، وبيكون متعصب جدا ان رجنا ما التزمش بالخطة، بس في نفس الوقت بيكون شايف ان رجنا عنده فرصة للفوز. وقتها بيوصل اتصال من مساعدتها التانية اللي بيكون اسمها كيميرا، اللي بتبلغهم ان رجنا متفوق في القتال جدا وقدر يدمر جسم التماتيا اكتر من مرة. وبالرغم من كده مفيش اي تنين من التنانين العليا ظهروا علشان ينقذوا التماتيا، فبتستنتج ان الحاجز اللي حوالين العاصمة اختفى اول ما بدأ القتال، وده معناه انه نابليون حصل له حاجة، فبيطلع يدور على جسمه في اي مكان قريب. وقتها بيقول لهم غلام انه جورجوس خرج من القصر وفي طريقه لراجنا، وبتطلع كرمزون توقفه باي طريقة. بنروح لراجنا اللي كان مستمر في الهجوم على التماتيا، اللي بترجع نفسها تاني في كل مرة بيقتلها، بس في كل مرة بيهاجمها راجنا بهجوم اقوى وبيقضي عليها لحد ما بيوصلوا لجدار العاصمة الملكية، وبيدمر الجدار وبيطيرها في السماء بكل قوته. وقتها بتوصل لها رسالة من بورجوس انه في طريقه ليها، وبيجمع بورجوس دم كل الاشخاص اللي في القلعة وبيجهز هجوم قوي جدا، وبيكون على وشك انه يقضي على راجنا، بس وقتها بيهجم غلام من بعيد وبيقطع راسه. ولما بيشوف راجنا بيحس انه عنده فرصة للفوز، بس وقتها بتظهر حاجة غريبة حوالين راجنا وبيثبتوا في مكانه، والسبب في ده هو ان نابليون فاق تاني، وهو اللي بيكون عامل الحاجز حوالين راجنا علشان يدي التماتيا فرصة تستخدم سحرها. وبالفعل بتسترجع جزء كبير من جسمها، وبتخرج تنين كبير بيحاوط راجنا، فبيحاول يسترجع قوته علشان يكسر الحاجز ويوصل لها، بس بيزيد نابليون من قوة الحاجز. في نفس الوقت بيوصل سلايم عند نابليون وبياكله، لكن بتكون التماتيا قدرت تستعيد جسمها بالكامل، وبتكون خلاص هتطلق تقنية الرجوع بالزمن، بس بتتفاجئ ان راجنا بيخلص على جميع التنانين وبيوصل لعندها وبيدمرها من تاني وبيبعدها بره العاصمة الملكية تماما. فبتكون مصدومة من اللي بيحصل ومش مستوعبة ايه سر قوة راجنا، اللي بيفضل يوجع لها هجمات قوية وبيدفنها في الارض تماما. وبتكون اخر محاولة للرجوع بالزمن ليها، وفعلا بتنجح فيها يا صديقي. ومرة واحدة راجنا بيلاقي نفسه في العاصمة الملكية لحظة وصوله اول مرة، ما بيكونش فاهم ايه اللي بيحصل. وقتها بتظهر التماتيا من وراه وبتستخدم سحر توقيف الزمن، وبتقرب التماتيا منه وبتقول له انها استخدمت سحر قوي جدا ورجعت بالزمن، بالرغم من ان التقنية خطيرة وبتأثر على العالم كله، بس بتقول له انها شافت خصم قوي جدا وكانت مستعدة تعمل اي حاجة علشان تقضي عليه، لانه بالتأكيد هيكون تهديد على ملك التنانين. وبيكون عندها فضول كبير تعرف هو مين بالظبط وليه شايل في قلبه كل الكراهية دي من غير ما يكونوا عارفين بعض او اتقابلوا قبل كده. بس مرة واحدة بتحس ان راجنا حرك ايده، فبتترعب جدا وبتكون مش مستوعبة اي حاجة من اللي بتحصل. بس وقتها بيوصل نابليون وبيهاجم راجنا بكل قوته، وما بيقدرش راجنا يتحرك، بس بالرغم من كده ما بيقدرش نابليون يقضي عليه، بالعكس بيتصاب هو بشدة. فبتقول له التماتيا ان جسم راجنا عبارة عن سيف فضي. فهل فكرك القصة انتهت لحد كده يا صديقي؟ لا والله، ان شاء الله هنكون بنجهز في الجزء الثاني. فعايزك كده يا صديقي ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات عن الحلقة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك والاشتراك علشان تساعدنا نكمل ملخصات زي دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.